عمرك سألت نفسك إن المحيط ممكن يبقى مخبلنا حاجة أكبر من خيالنا؟ مثلا كده مخلوق عملاق اسمه قرش الشيطان الأسود. اسمع القصة. بدأت القصة من المحيط الهادي في ساحل باها المكسيك. عارفه يا مو المحيط الهادي البلاوي كلها جاية منه، البلاك ديمون شارك. الصيادين كانوا بيحكوا عن قرش عملاق اسود طوله 20 متر بيكسر المراكب، محاط بهالة سودا بيخلي شكل المية مرعب. القرش ده حسب الشهادات كان أكبر بكتير من القرش الأبيض، جسمه أسود بالكامل يبان شبح تحت المية. يقال إن مش زي القروش بيهجم من أجل الهجوم، وده بقى سبب خوف للصيادين. طب ده أسطورة ولا حقيقة؟ لما بحثت كتير يا صديقي لقيت إن العلماء مش متأكدين 100% إنه موجود، أو ممكن يكون قرش أبيض بس عليه صبغات جلدية نادرة، أو مخلوق منقرض زي الميجالودون. لكن الغريب إن في شهود أصروا إنهم شافوه ووصفوه بنفس الطريقة. فرناندو صياد مكسيكي بيقول إن شاف قرش أسود عملاق وبيحاول يقرب قارب. طب هو احنا ليه حاطين احتمالية وجوده؟ عشان لسه في 80% من المحيطات غامض ولا نعلم عنه أي شيء، بلس شهادات الناس المتطابقة في أماكن وأزمنة مختلفة بيحكوا نفس الشيء. سواء كان حقيقة أو خيال، البلاك ديمون شارك هيفضل لغز بيحيرنا، ومهما كان علمنا فالمحيط هو حاكم أسراره بيفتحها بس لما ربك يريد. تفتكر القرش ده موجود يا صديقي ولا لأ؟ وهل ده ممكن يكون الميجالودون اللي بيقولوا عليه؟ اكتبولي في التعليقات.